يا مرحبا يا صباح الخير. كيف حالكم؟ صوتكم بألف خير. جيت لكم فيديو جديد أخيرا بعد فترة جدا طويلة، بس كل ما في الموضوع إنه الفترة اللي غبتها كانت عبارة عن دراسة فقط لا أكثر. من قبل ما أبلش امتحانات فاينل بأسبوعين وأنا بدرس، بجهز حالي لامتحانات الفاينل وبراجع في المواد وبختم. واليوم الحمد لله هو آخر اختبار فاينل عندي، واللي هو أحياء. مع الأسف بلشت من الاثنين اللي فات، واليوم هو الخميس وآخر امتحان فاينل، فقلت بصور لكم آخر يوم في المدرسة في الفصل الأول. فالمهم قلت كمان شوية حطلع، مش حطلع هلقيت لأنه لساته بدري. امتحان الساعة 8 والساعة لسه 7:10، وبما أن المدرسة قريبة فحطلع اليوم متأخر أكثر عشان براجع في الرسمات، براجع في الأشياء اللي أنا متصابة منها. إيش أنا متصابة منها؟ إنه خايفة أنساها لأنه المادة كتير ملانة، ما لحقتش أخلصها امبارح كلها. اليوم صحيت الصبح كنت مخلية درس، يعني من 4 صحيت حرفيا ل6. بعد كده نمت نص ساعة، بعدها صحيت عشان أراجع. وصاحبتي أعطتني شوية طاقة إيجابية لأنه حرفيا ما كان عندي أي طاقة، لأنه الوزارة ما بتفهم. أولا المادة دسمة، مخليالنا كل المادة فيها اختبار، وغير هيك خلينها آخر امتحان. فبآخر امتحان كلنا تكون طاقتنا خلص فنشت، وبنعمل حالنا من وضعية الإجازة من قبل بيومين أساسا. المهم متحمسة للإجازة عشان في فيديوهات حلوة إن شاء الله وفلوقات وأشياءات. خليكم بالفيديو. حكيت كتير لأنه صار لي فترة مش حاكي معكم. غير هيك، غير إنه اليوم عندي آخر امتحان فاينل، بلشنا ننقل ونحن ننقل على بيتنا الجديد. بيتنا خلاص إنه خلاص اللي رح نستقر فيه يعني. فبيتنا وضعه ضايل بالغرفة، بس أغراضي ما كنتش فاضية امبارح إني أضبط أو أعمل حاجة. حرفيا كان امبارح كلياته بس أحياء، فعلي كتير شغل كمان بعد ما أروح من الامتحان. صحيح حاخد معاي جوال اليوم على المدرسة، فإن شاء الله إذا كان في أشياء حصور لكم. هو ما حيكون في أشياء، بس إنه يعني الكمية اللي بيتنا مرتب فيها، أو فيني أقول أوضتنا، واو جد بتكون واو. حلبس الجاكيت الآن وحطلع جهز شنطتي لسه، حطلع بإذن الله. خايفة شوي من الامتحان مثل ما قلت لكم، لأنه هو مادة اسمها كتير وفيها كتير معلومات، فخايفة أنسى إشي، ولكن إن شاء الله ربنا ما بيضيع التعب. اللي تعبته اللي طول امبارح بس عم بدرس أحياء حرفيا. أحتاج الآلة هذا رح أخليه عشان رح أمسكه أنا طالعة، وحاطة الأقلام. لا قلمي أشرب ماء قبل ما أطلع. في دعاء أنا ملتزمة فيه فترة الامتحانات: اللهم أن استودعتك ما حفظت وما قرأت وما فهمت فهرده إلي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير. كمان أنتم لما يكون عندكم امتحانات حاولوا اقرأوا هذا الدعاء ورددوه. أنا صراحة بردده قبل ما أنام لأني بكون مخلصة دراسة، ولما قبل ما أطلع على الامتحان. طيب خلينا نطلع الآن. أنا رايحة يا جماعة حأكل هاي وأنا نازلة لأني ما أفطرت، وحراجع. أسهل واحدة، أسهل واحدة. يما متوترة شوي. وخلصنا، كان الامتحان حلو نوعا ما، الحمد لله مر على خير. والآن واقفين أنا والبنات مع بعض أوكي، نفسي انقطع. خلصت امتحانات أخيرا، وصلت البيت. آخر مرة حطلع الدرج. حسبي الله. سو حابي. اوكي يا جماعة روحت
وصراحة عدل الشحن توعية وناسي إن أنا قاعدة عم بصور فيديو أساسًا. فالمهم شايفين أحلى سرير في العالم هاد كلياته؟ بجنن صح؟ الآن راح نطبه بسرعة مع بعض عشان بدي أنام. اوكي جايز، بعد ما روحت من المدرسة ومن الامتحان ما طورت منه في اشي صراحة، لانه كتير مشغولين بترتيب البيت حرفيا. مش ترتيب يعني، لانه حنطب اغراضنا واشياء وانا ما كنت طابع اي حاجة بسبب فترة الامتحانات، انا ما كنت فاضية. فيا انه كمان ساعة حييجوا العمال ويفككوا طقمنا وطقم ماما وبابا واشياء عشان ينقلوها بكرة على البيت، اللي هو بكرة حينقل على البيت اساسا. في حالة عنا انسو، هاي تاني مرة نجرب قصص النقل وحرفيا اشي جدا بخزي حرفيا. المشكلة مش هنا، مشكلة اجازة وانا بمل من الضب والترتيب والاشياء هاي بسرعة. مش عايشي انه مش اني بكره او حاجة، لا بس بمل، ولانه كتير علينا شغل صدقني. المطبخ كله حرفيا. هلا نحن ضبينا اغراضنا، اسامة اخوي ضب اغراضه، ماما وبابا ضبوا اغراضهم، كله تمام، بس ضايل المطبخ. طيب القاكم بعد ما يصير حاجة في اليوم. اورجيكم، شوفوا هدول حرماتنا انا واخواتي، وهي حرماتي، وهدول ابتي اللي حلبسهم بكرة. هدول فرشات سرايرنا. تعالوا اورجيكم المنطقة اللي الغد. وإيش ذا؟ شوفوا هدول التنتين اللي هاي بس ابديت سريع يعني. اللي بصير حاليا انه اخذوا كل اشي في البيت، نقلوا وضنا، كنب، فراش، مطبخ، كل حاجة. الان ضايل نحن عم بننظف في البيت، وبعدها راح ننتقل على بيتنا وننظف، نرتب يعني I think هو نظيف. هلا بس في مشكلة واحدة التي تواجهني الآن. كنت حاطة ملابس اللي أنا رح ألبسهم لما نيجي نطلع على البيت على الكنب، تمام. لما جينا بدنا نروح بابا حكالنا إنه خلص فوتوا على الأوضة، لأنه إجوا الشركة عشان ينقلوا الأغراض. فقلت له تمام بس بدنا الأواعي يعني. فبابا نسي إنه إحنا بدنا الأواعي اللي على الكنب، راح حطهم كلياتهم في مكان، نزلوهم وحاليا بالشحن وراح. خواتي أخذوا ملابسهم وماما أخذت ملابسها. طيب أنا شو بدي أروح؟ مش عارفة شو حيصير الآن يا جماعة. مشكلة كان طلعت بهاي ولبست أي شالة، وغير هيك إنه ما في ولا شالة كمان، ولكن البلوزة هاي مع الشغل توسخت إيش طبيعي يعني. من الصبح قاعدين عم بنرتب وعم بنضب. ف هاي دليل كمان، أكبر دليل. فمش عارفة أنا شو حيصير فيي أنا. قلت بابا إنه يحاول يجيب لي إياهم عشان أكيد مستحيل أطلع هيك، مستحيل. غير هيك مخلي الشوز اللي بدي أطلع فيه. تعالوا أجيكم البيت وهو فاضي. هان أوضة ماما وبابا،
هي كلياتها فضيت، إنما لبس اللي حيلبسوهم إخواتي. هاي البرندة اللي بأوضتنا هو بابا. هنا في أوضتنا نظفناها، في هدول أغراض، شوية أغراض شتات وأشياء. يا جماعة I will miss this one, this view بحبه، اشتغل كتير والله. مدرستنا هيها قريبة، حتصير أبعد. can't believe إنه آخر يوم في أوضتي هاي أوضتنا صغيرة، ولكن دبرنا حالنا فيها. فاليوم آخر يوم إلنا فيها، نروح على أوضتنا الأحلى والأكبر. So everyone أنا حنروح من البيت، حنطلع على بيتنا الثاني. أخوي جاب لي بس البنطلون والشالة والبندان، ما لقى لي شي قميص، فاضطريت إني أضلني في البلوزة هاي وأخذت شال ماما فوقيها. فايب هذا آخر فيديو لنا في هذا البيت. إن شاء الله راجع لكم فيديوهات جديدة. إجازة كلها حتكون فلوقات، تمام؟ فانتظروني بفيديوهات حلوة بإذن الله. بعد مني والله بس لأنه الفترة اللي فاتت كتير كنت مشغولة، فما قدرت إني أصور لكم أبدا. just I love you all. إن شاء الله برجع لكم بفيديو جديد، استنوني، بحبكم، باي.